جوزي جاب لي الكائن الفضائي ده وقال لي قومي بسرعة يلا اعملي ترويقة حلوة كده للعيال علشان الامتحانات، علشان تبقى نسبة ذكائهم 100%. رحت انا كدبت مش خبر وقمت على طول عملت لهم السندوتشات الجامدة دي علشان طبعا يركزوا كده وهم بيذاكروا. عايزة اقول لكم يا جماعة رغم ان انا تعبانة مش قادرة اقف، بس قلت يلا زي بعضه اجي على نفسي علشان مصلحة ولادي. لو انتي اول مرة تشوفيني او حتى متابعاني ما تبخليش عليا باللايك، وطبعا لو انتي اول مرة تشوفيني برضو لازم تشتركي علشان تشوفي كل الفيديوهات، وفعلي زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وطبعا يا قروبة هتشيري لكل اصحابك وقرايبك كالعادة. شايفين قدامي دي يا جماعة سوبيا، وزنها كام كيلو واحدة بس ابرك من 10. هننضفها بكل سهولة مع بعض وهوريكم ازاي. الاول كده هشيل راسها، هفصل راسها عن جسمها، وان كان في حاجة كده مش ولا بد هشيلها كده مبدئيا، وبعدين تعالوا بقى نسلخها بكل سهولة بايدينا كده. بس علشان كان السوبيايه كبيره هعملها بس كده بالسكينه من الطرف، وبعدين بايديا بكل سهوله هتطلع معايا. بصوا اهو كده بالسكينه وبايديا كده هسلخها، مش هتاخد معايا ثواني. ومن الناحيه التانية نفس الكلام، عشان جلدها تخين شويه علشان هي حجمها كبير يا جماعه، فانا هعملها كده بالسكينه وبعد كده هسلخها معايا بالشكل ده. هنا بقى بيبقى في عظمه في السوبيايه بتبقى باينه يا جماعه واضحه، بنشيلها بكل سهوله برضو. لما اهي لما نزقها كده او بالسكينه نطلعها تطلع معانا بكل سهوله. شايفين؟ وبعد كده هنفتح السوبيايه ونشوف جواها ايه. نفسي في مره كده افتح الاقي مجوهرات، كل مره بفتح الاقي سمك. بصوا السمك اللي واكلاه السوبيايه، بصوا واضح انها كانت لسه واكلاه. هشيل بقى اي حاجه في بطن السوبيايه ديت وهشطفها من الحبر بتاعها. كان في طبعا كيس حبر اللي انتوا شفتوه ده، هشيله وارميه. هغسل بقى كده بالميه الجاريه حلو كويس جدا. وبعد كده بصوا كيس الحبر، وبعد كده هنضف الراس بتاع السوبيا. انا النهارده قررت ان انا انضف واتبل واعمل كل حاجه على الحوض علشان ما ازفرش حاجه. كنت لسه مشطبه المطبخ يا جماعه وخايفه عليه بقى بصراحه يتبهدل. بصوا هنا كده بيبقى فيه في راس السوبيا من تحت زي اسنانها او حاجه كده ايه ناشفه. انا بقلبها لبره كده فبتطلع معايا برضو بكل سهوله. هنا بقى هنفتح عشان نطلع العينين بتاعه السوبيا برضو كده من بره لجوه، هتلاقوها بصوا بتطلع معايا. الجلد بقى اللي هو مسود ده برضو هيتسلخ برضو بالشكل ده، هنشده هيتشد وكده السوبيا نتفت معايا. طبعا دي مش النظافه النهائيه، هنحطها في شويه ملح يا جماعه وليمونه وشويه دقيق وهتبقى زي الفل. نحط شويه ملح وندعكها حلو قوي علشان تبقى ريحتها حلوه، ولو في اي حاجه كده ولا كده فاتت من ايدينا هنشيلها برضو. زي ما انتوا شايفين كده ما خدتش معايا دقايق وكانت نظيفه. هبتدي ان انا اقطعها بقى كده اجزاء صغيره. تقدري تقطعيها كده زي الاستريبس كده صوابع بالطول زي ما انت حابه. بالشكل ده. وراسها برضو هقطعها، حاول كده اقطعها. هي الراس كان ما شاء الله كبيره برضو يا جماعه، حلوه برضو في القلي. كده في الملح هطلعها بقى من ميه الملح ديت وابتدي ان انا اشطفها. بصوا لو في اي حاجه قابلتني بشيلها في طريق، وابتدي ان انا اشطفها علشان احط لها بقى الليمون عشان يبقى ريحتها حلوه. هو انا كنت حاطه لها ليمون بس هحط لها ليمون تاني. بصوا بشطفها بقى بالملح كويس جدا واحط عليها ليمون. كده خلاص يا جماعه هركنها بقى على جنب، وهنبتدي اللي احنا نعمل التتبيله بتاعتها.
انا قلت هعمل التتبيله في الحوض على الحوض برضو علشان ما بهدلش الدنيا. كده خلاص هصفيها بقى وابتدي اللي انا اتبلها. احط لها شطه، كمون، بابريكا وشويه ملح. احط لها شويه دقيق. واركنها على جنب. هنجيب الدقيق بتاعي برضو، هحط عليه نفس البهارات، بابريكا وشطه وكمون وشويه ملح. وحاولوا ما تكتروش الملح لان هي مغسوله بالملح يا جماعه. هبتدي بقى اطلع الصوبيا بتاعتي من الطبق واحطها كده على الدقيق. واللي انا عفرته هطلعه كده على طبق. وطبعا حطيت الطاسه بتاعتي على النار علشان يلا بينا بقى ايه نقلي. هقلبها بقى الناحيه التانية. مجرد ما بتاخد معايا لون، بس خدوا بالكم علشان دي حجمها كبير فهي سميكه شويه، بس هطلع الصغير الاول والحتت الكبيره هستنى عليها شويه. هطلع زي ما قلت لكم الحاجات الصغيره الاول. بصوا الحتت الكبيره دي في الاخر شويه علشان اتاكد انها استوت. هعمل بقى بقيه الكميه معاكم. وهكون محضره بقى معايا عيش بلدي على جنب كده ومظبطاه. عندي بقى هنا رشه كمون وشطه وملح خفيف كده وليمون. وعايزه اقول لكم هي بتعشق الشطه والكمون يا جماعه والملح والليمون بصراحه السوبيا. هحطها بقى في السندوتشات كده. مش عايزه اقول لكم بقى طعمها في حته تانية، ولا تقولوا بقى بانيه ولا تقولوا اي حاجه تانية، بصراحه طعمها حلو جدا جدا. جربوها هتبقى ادمان بالنسبه لكم. انا كان عندي شويه خضره كده على خفيف اديتهم رشه كده على خفيف. وبقت اكلتي جاهزه زي ما انتم شايفين. انا بعتذر يا جماعه ان انا صوتي مش زي العاده لاني فعلا والله تعبانه جدا. ادعوا لي بالشفا. من يوم ما خدوا العينه وانا مش قادره والله بالمنظر ده. بس كده كده السندوتشات بتاعتي بقت جاهزه. وولادي بيقولوا لي انتي بتستغلي ان انتي بتصوري وواقفه عماله تاكلي وناسيه نفسك. بصراحه كان طعمها حلو جدا يا جماعه والله. احلى من الفراخ واللحمه يعني بصراحه. انضف ومغذيه كتير كتير عن اي حاجه تانية. بصوا بيقولوا انتي بتستغلي بقى اللي انتي بتصوري وكده وشايفينك عماله تاكلي. هاتي يلا الصينيه ما تستعبطيش. يا رب يكون الفيديو عجبكم.